اشتم اشتم اشتم. عاوزك تشتم من هنا للصبح. كل ما تخسر اشتم، كل ما حد يختلف معاك اشتم، اشتم وسب كل الناس، اشتم ووجه اساءاتك لكل الناس، لكن في النهايه كل ده بيلقي بظلاله على الفريق. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه من برنامجكم الكوره مع ميجا. اصحاب وحبايب اتفرجوا على الحلقات، يا ريت تكمل الحلقه الاخر وتشير الفيديو على اي من منصات التواصل الاجتماعي وتدعو احد اصدقائك للاشتراك في القناه. النهارده هزيمه كبيره وتاريخيه لنادي الزمالك، خسر من فاركو 3-0. فريق فاركو اللي لسه واصل الدوري السنه اللي فاتت. المشكله مش في هزيمه نادي الزمالك بثلاثيه من فريق حديث العهد بالدوري المصري، لكن المشكله هي في رئيس نادي الزمالك بحد ذاته. رئيس نادي الزمالك اللي ما بيحبش يبقى فيه نجم في نادي الزمالك غيره، ولا صوت يعلو فوق صوت رئيس نادي الزمالك. اي حد ينتقد نادي الزمالك في اي مباراه بيخسرها ده بيعتبر انتقاد شخصي لرئيس نادي الزمالك، واللي رئيس نادي الزمالك مش هيسيبه وهيوجه له وابل من السباب والبذاءات والتهم لمجرد اختلافه في وجهه نظر على اداء الفريق. ده العادي وده اللي احنا متعودين عليه من رئيس نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك زي ما قلنا ما بيحبش يكون في نجم ولا حد يظهر في الصوره غيره. الدليل ان الزمالك بنص الفرقه دي السنه اللي فاتت اخر الدوري المصري واخد كاس مصر السنه دي، ولكن بدا رئيس نادي الزمالك في الظهور على الساحه وياخد كل الاضواء، لدرجه انه من شهر كده طلع انتقد جماهير نادي الزمالك اللي بتهتف بيه فيريرا لان بيحبوه جدا جدا جدا. فطبعا ازاي يهتفوا باسم المدير الفني وما يهتفوش باسم رئيس النادي؟ ده حاجه كبيره جدا. وكانت النتيجه وابل من الهزائم لنادي الزمالك والتعادلات. يمكن فوز وحيد اللي حققوه على فيوتشر الماتش اللي فات 2-1 في اداء ولا اسوأ، ولكنهم فازوا بالمباراه. من ساعه مباراه اسوان ورئيس النادي طلع عمل هوجه كبيره عشان اجر قطر للجماهير تروح اسوان وتيجي، وكان قطر مشؤوم، واتهزم نادي الزمالك في الماتش ده 2-1 وتوالت الهزائم والتعادلات. وبعد الماتش ده رئيس نادي الزمالك طلع فجر قنبله ان عنده 2 لعيبه بتوع كذا وبيشربوا مخدرات، وبعد كده قال لك الفرقه فيها شلاليه، وبعد كده قال لك الدوله واقفه ضدي، وبعد كده قال لك السحر، وبعد كده قال لك الحكام. فالراجل ضارب كرسي في الكلوب في نادي الزمالك، كل يوم يطلع بقنبله من نادي الزمالك ما يعرفهاش لو في واحد صحفي عايش في النادي مش هيعرفها. يعني طلع من يومين بعد امام عاشور ما انتقل لميتلاند الدنمارك وقال ده احنا بعنا امام عاشور عشان كان في مشاكل بينه وبين زيزو في اوضه اللبس، عشان ده عقده كبير وده عاوز يسوي عقده بيه، وكلام اللي هو اصلا ما يعرفوش غير صاحب البيت. ربنا مسلط رئيس نادي الزمالك على فريق نادي الزمالك. راجل ما بيحبش غير نفسه والشهره وفقط، وكل يوم يطلع يسب ويلعن في كل الناس، حتى جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك ما سلمتش من لسان رئيس نادي الزمالك، عشان كده هو بيشتريهم بالاتوبيسات والقطارات اللي بيأجرها لهم عشان يروحوا ورا الفريق الماتشات والسندوتشات والحاجات دي. لكن هو لو ما عملش كده الناس اصلا مخنوقه منه. يعني جماهير نادي الزمالك مخنوقه من رئيس نادي الزمالك. كل اللي على لسانه ان هو ذكر وهو بيجيب حق النادي. وهات لي موقف واحد لو انت كبير، يعني لو انت فوق ال 40 سنه، هات لي موقف واحد مرتضى منصور انتصر فيه في اي حق من حقوق نادي الزمالك. كل القضايا اللي بيخش فيها بيخسرها، ولكن بيطلع يقول انا البطل وانا الذكر، وفي ناس بتصدق الكلام ده وبتطلع فعلا هو البطل، هو اللي جايب لنا اللي جايب كل حاجه للنادي. هو ما جابش حاجه، النادي خد الدوري وهو مش موجود، والنادي خد الدوري السنه اللي فاتت لما جه، ولكنه كان صامت وكان امير مرتضى بيدير المنظومه وقافل على الفرقه. لكن السنه دي حس انه مش ظاهر قوي السنه اللي فاتت، فبدا يظهر السنه دي وياخد كل الصوت وكل الشهره مع كل انتصار للفريق. ولكن لما بدات الهزائم تتوالى فتح سهامه على الجميع بالباطل، والفريق بقى من سيء لاسوء نظرا لابتعاد الناس عن دعمه. ولكن هو بالصوت العالي مفكر ان الناس كلها حواليه، هو مش فعلا مفيش حد حواليه. مشكله الزمالك مش فنيه بغض النظر عن ال3 لاعيبه اللي ما تأيدوش فيريرا، لا اختلاف عن انه مدرب عالمي ومصنف ومدرب 10/10، لكن هو حاليا بيمر بفتره مش كويسه مع نادي الزمالك. فكان في حل من اتنين، يا اما الاداره تفسخ العقد معاه لا اما يستمر. لكن اداره الزمالك خدت القرار ومشوه. بعد ما مشي تفاجئ نادي الزمالك انه ملزم بالشرط الجزائي
وشهر او شهرين مرتبات متاخره، فبالمجموع كله ما يقرب من 900 الف دولار. ففكر الزمالك انه لا يجيبه تاني. هل يعقل ان فريق بحجم نادي الزمالك مجلس الاداره ياخد قرار بمشيان المدرب قرار عاطفي يعني او في لحظه غضب؟ طب انتوا خدتوا القرار في لحظه غضب ومشيتوه، ازاي ترجع تجيبه تاني؟ هل انت شفت النهارده، انت كزملكاوي شفت فريرة وهو قاعد على الدكه النهارده، انت شايف ان هو قاعد مبسوط؟ انت كزملكاوي كنت مبسوط ان هو قاعد على الدكه اصلا واسامه نبيه اللي على الخط؟ بغض النظر عن ان اسامه نبيه مدرب كويس ما اختلفناش يعني، كان على الاقل لو هو مش هيدير المباراه دي كان يقدر ما يجيش المباراه ويتنيه في الفندق والمباراه جايه يبتدي يقود الفريق. لكن احنا مش عارفين هل فريرة هو المسؤول والمدير الفني ام اسامه نبيه هو المسؤول والمدير الفني، وهل المباراه جايه فريرة اللي هيدير ولا اسامه نبيه اللي هيدير؟ المشكله مش مشكله قيد الثلاث لعيبه، يعني الثلاث لعيبه دول يعني مش رونالدو وميسي يعني اللي هم جايين هيجيبوا الدوري للزمالك. المشكله رئيس نادي الزمالك. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم واشوف حلقه قريبه ان شاء الله. كوره مع ميكا.